السلام عليكم، مساء الأنوار. إن شاء الله تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم مع وصفات فلور دو فاني. اليوم جيتكم بوصفة خفيفة ظريفة تاع الصابلي بالسمسم والشوكولا وبحشو رائع. طريقته سهلة وبسيطة وتقطع لكم كمية لاباس بيها. فبلا ما نطول عليكم نمر مباشرة ونشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نرحب بكم مجددا حباباتي. اول حاجه راح نحضرها معكم هي العجينه. راح نحتاج فيها 150 غرام زبده ولا مارغرين تكون طريه. هنا لازم المارغرين ولا الزبده تكون طريه باش تسهل عليكم العمليه. راح نضيف 50 غرام نتاع سكر ناعم. هنا كميه السكر راح تبان لكم قليله، ما تنساوش راح نزيدو نديرو الحشو ومع الشوكولا. ذوق السكر يكون متوازن عندنا، ما تجيناش الحلوى نتاعنا حلوه بزاف. هنا كما نعرفوا لازم نخلطوا مليح السكر مع الزبده. راح نضيف رشه الملح اللي ضروريه في الحلويات، هي اللي راح تزيد تعزز ذوق الحلوى عندي. فانا حباباتي كما راكم تشوفوا بعد ما خلطت مليح السكر والزبده، هذا هو القوام تحصلوا عليه. راح نضيف حبه بيض كامله بدرجه حراره المطبخ. هنا نحتاجو في هذه العجينة حبة بيض كاملة مش صفر البيض، ونزيدو ملعقة صغيرة نتاع فانيليا سائلة ولا سكر الفانيليا المتوفر عندكم، ونبقاو نخلطو بهذا الشكل. تقدروا تستعملوا الفوي ولا الضراب الكهربائي، انا غير بالسباتول ونخلطه. نضيف على المكونات نتاعي 50 غرام نتاع نشا الذرة مايزينا و50 غرام نتاع جنجلان محمص. هنا أنا بغيت نضيف الجنجلان في العجينة باش البنة تاع الصابلي نتاعي يجي بنين. تعرفوا الجنجلان في الحلوى كيفاش يعطي ذوق رائع الحلوى نتاعنا. اللي ما تقدرش كل وحدة والمقدورة نتاعها، نحاول نعطي الوصفة تكون في متناول الجميع وكل واحد يقدر يحضرها. تقدروا تستغنوا على الجنجلان في العجينة ونديروه في التزيين، راح تشوفوا طريقة التزيين من بعد. فانا حباباتي كما راكم تشوفوا راني نضيف الفرينه بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه بصح ما تلصقش في اليد، كما دائما نقول لكم باش كي تجوا تحلوها ما تبقاوش تزيدوا بزاف الفرينه والعجينه نتاعكم تيبس لكم. الفرينه انايا راح تديلي تقريبا 240 250 غرام، وهنايا كل وحده ونوعيه الفرينه اللي عندها، كاين اللي تشرب بزاف وكاين اللي. وكما راكم تشوفوا ما راحش نضيف خميرة الحلويات في عجينة الصابلي. اللي عندها مشكل في الصابلي نتاعها ما يشدش لافورم، الشكل نتاعه بعد اللي يدخله للفرن ويخرج مديفورمي ماشي شاد الشكل نتاعه، ما تضيفيش خميرة الحلويات لأنه ما نحتاجوهاش في الوصفة ولا في عجينة الصابلي. وما تخافوش الحلوى نتاعكم راح تجي مقرمشة وخفيفة، فإضافة خميرة الحلويات مش ضرورية في عجينة الصابلي. إذا حباباتي كما راكم تشوفوا هذا هو قوام العجين اللي نتحصلوا عليه، تكون طرية وما تلصقش. راح نضيف شوية تاع فرينة باش العجينة نتاعي ما تلصقليش في سطح العمل. تقدروا ديروا ورق الطبخ ولا ساشي أي حاجة عندكم المهم. ونفتحوا العجينة نتاعنا سمك 5 مليمتر، حاجة معروفة، ونقسموها. انا راح نقطع الصابلي نتاعي على شكل قلوب، وانتم ديروا الشكل اللي يحلى لكم واللي تبغوه. المهم راح تشوفوا من بعد كي نزينوه كيفاش راح يخرج. فانا نفضل هذا الشكل، شكل القلوب. وراح نحط الحلوى نتاعي في الصينيه اللي تدخل في الفرن، ونطيب الحلوى نتاعي على الفرن اللي مسخنته 180 درجه، ونخليه ما بين 8 حتى 10 دقائق، ونرجعوا ونشوفوا طريقة تزيين الحلوى تاعنا تاع نهار اليوم. حباباتي راني رجعت لكم بعد ما طابت الحلوى عندي. هذا هو اللون اللي نحتاجوه، لون ذهبي. نتوما غير تشوفوه بدا يحمر في لي كوتي، الصابلي تاعكم راه طايب. راح نحضر امامكم
الحشو اللي راح نحتاج فيه مربى المشمش. هنا عندي كيلة نتاع مربى المشمش، راكم تشوفوا الكيلة نتاعي ماشي كبيرة بزاف. الكمية هذه تكفيكم لكمية الصابلي اللي حضرناها. هنايا كمية الصابلي راه عندي ديلكم 30 حبة، وراح نضيف عليها حلوة الترك ونبقى نخلط حتى نتحصلوا على كي العجينة تكون طرية. شتو كي قلت لكم ما تكتروش بزاف السكر في العجينة، لأنه الحشو راح يكون حلو، وراح نزيدو الشوكولا باش يكون عندنا الحلوى نتاعنا تكون متوازنه وما تجيناش حلوه بزاف. كاين ما يبغيش الحلوه تكون حلوه بزاف، وهذا الشيء يبقى اختياري. اللي تبغي الحلوه نتاعها تكون حلوه بزاف تزيد شويه سكر في العجينه نتاعها. فهذه الحشوه نتاعي فيها مربى المشمش وحلوه الترك. هذا هو القوام اللي انا محتاجته باش نحشي به الصابلي نتاعي. هنا تقدروا تاني تحشوها بكريمة الشامية إلا مانيش غلطة، راهي متواجدة عندنا في البلاد. هذه مانيش عارفة لا كاينة ولا، شفت أنا بزاف ناس راهم يحضروا بها ويحشوا بها الصابلي. صدقوني أنا نفضل هذا الحشو بالمربى المشمش، تعرفوا كيفاش يجي في الصابلي. وحلوة الترك تاني هي مخدومة بالجنجلان، فنبقو دايما في الجنجلان ندورو. وكما راكم تشوفوا هنا بعد ما لصقت الحلوى نتاعي دهنت نص الحبة نتاعي بالمربى ورمتها في الجنجلان اللي حتى هو يكون محمص. طريقة سهلة وبسيطة كما راكم تشوفوا، بصح صدقوني الذوق يجي رائع. حلوة الترك مخدومة بالجنجلان وزينة بالجنجلان، وزدنا درنا العجينة فيها شوية جنجلان اللي قلت لكم تقدروا تستغنوا ما ديروش الجنجلان في العجينة كيف بغيتوا الحلوة ما تجيش بنينة. فهنا حبابتي راح نكمل كاع الكمية اللي عندي تاع الصابلي ونرجع نكمل معكم اللمسة الأخيرة نتاع التزيين نتاعي. إذا حبابتي راح نكمل تزيين الحلوى أمامكم. هنا عندي شوكولا سوداء، أنا نبغي شوكولا سوداء، تقدروا ديروا شوكولا بالحليب كنت ذوبتها وزدت عليها شوية نتاع زيت باش تعطينا داك اللمعان. زدت ذوبت شوكولا بالبيضاء كما راكم تشوفوا، وهنا خدمت وريضات بالشوكولا بالمول تاع السيليكون. طريقة سهلة وبسيطة، والتزيين دائما نقولكم على حساب الرغبة. أنا عطيتكم هذه الفكرة، إلا عجبتكم ديروها، وإلا عندكم أفكار أخرى تقدروا تزينوا بها حلوى نتاعكم. فأنا حبابتي راح نكمل أمامكم تزيين الحلوى نتاع نهار اليوم، ونرجعوا نشوفوا الحلوى نتاعنا في طبق التقديم. حبابتي الحلوى نتاعي هذه هي راهي حاضرة أمامكم، صابلي بالجنجلان وحلوى الترك من أروع ما يكون. صدقوني تجي رائعة، تحضروها لمناسبتكم أفراحكم، تقلعوا بها حشايمكم، تروحوا تحمدوا النفاس الباك. المهم صدقوني ما راحش تحشمكم، ذوق رائع. وهذه هي طريقتي في التزيين، تقدروا تزينوا كيما تبغوا كل وحده وطريقتها والذوق نتاعها في التزيين. انا عطيتكم هذه الفكره وانتم ديروا الافكار اللي عندكم. المهم الصح في الذوق وطريقه التحضير. وكما قلت لكم 150 غرام نتاع زبده تحضروا 30 حبه نتاع صابلي من اروع ما يكون. حبابتي الفيديو نتاعنا تاع نهار اليوم كان فيه صابلي بالجنجلان والشوكولا. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتنال اعجابكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات اخرى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.